أظن أولا قبل أن ننتقل إلى الذي يلقي القصيدة الثانية، نريد أن نستمع إلى مداخلة خفيفة من الشيخ مصطفى يعقوب شاعر الدار، شوقي دار الفلاح ما شاء الله، شاعر الدار، دار الرشاد. أوكي، عفوا أنا ضيف لا أعرف لها، عفوا إذا كان هناك خطأ بالله صوبوني. أوكي، يأتي من الشيخ مصطفى يعقوب، والمكتوب هنا والشاعر الدار فقط مطلقة بدون تقييد، والبلاغيون دائما يكتفون بالمكتوب، إذا لم يكن هناك قرينة تثبت أو تضطر إلى زيادة، وفي الإجاز بلاغة. دقيقتان إن شاء الله. أنا مأمور عفوا. سعادة الدكتور أستاذنا البروفيسور الدكتور رئيس الجلسة، وسعادة مدير هذا المركز، وسعادة أخيه الشريف الوجيه، وحضرة المحاضرين بما فيهم أستاذنا دكتور سعيد تيماي، والحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصلا لا أدري من الذي كتب اسمي، ولكن يعني تشرفت بدعوة، وكفاني أن سعادة الدكتور ذكر اسمي، فلذلك يعني امتثلت بالخروج، لأن الأستاذ إذا أمر طالبه بالخروج لا بد له من الخروج. أما عندي اليوم فيما يتعلق بالتصوف فليس عندي يعني كلام في هذه الناحية، وهؤلاء الذين يعني جاءونا بالمحاضرة وإن شاء الله تمتعنا بهم وتعلمنا منهم، وما علق عليه سعادة البروفيسور يكفينا ماذا عندنا، فقط نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم. وجزاكم الله خيرا يا شيخنا شاعر دار إرشاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم المزيد من التوفيق والسداد. وهذه مداخلة طيبة، حتى هذه الكلمة الوجيزة تعتبر مداخلة طيبة. قبل أن ينتهي الرائد دعني أتئفكم بشيء آخر من إيجاز القرآن الكريم. فحروف العطف معروفة لدينا، لكن القرآن غير مثال في تطبيق هذه الحروف، بناء على قضية النظم عند عبد القادر الجاني الذي يرى بأن النظم هو أن تدع كلامك الوطن الذي يقتضيه علم نحو أو دلالة نحوية. فعندنا الحروف العطف معروفة، عندنا الواو وعندنا الفاء وعندنا ثم وعندنا كثير من هذه الحروف، لكن القرآن كتاب متميز. من هنا ندرك بأن هذا الكتاب ليس كتابا في وضع إنسان، بل في المستوى يفوق قدرة الإنسان، لأن العباقرة وفرسان الفصاحة والبلاغة من العرب عارضوا القرآن وفشلوا فشلا واضحا. القرآن إنما يوظف أداة من الأدوات أو يوظف حرفا من الحروف، يضع هذا الحرف في المكان المناسب. دعوني آتي بمثال في قوله تعالى: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسر، ثم أماته فأقبر، ثم إذا شاء أنشر. انظر كيف الله سبحانه وتعالى تراوى، القرآن يتراوى بين استخدام فاء وثم. وكلنا عرفنا في اصطلاح اللغة بأن الفاء تستعمل للتعقيب والترتيب، أما ثم تستعمل للتراخي، والقرآن وظف كل واحد منهما في مكانه المناسب. إذا نظرت إلى مراحل خلق الإنسان، بدأ قوله تعالى: من نطفة خلقه فقدره. فالمسافة الزمنية بين وضع النطفة والتقدير الخلقي مسافة قصيرة جدا.
إذا وضعت نطفة وأراد الله أن يكون خلقا مباشرة يأتي أمر إلهي فيكون خلقا من نطفة خلقه فقدر. ثم قال ثم السبيل يسر. وبين تقدير الخلق والولادة مسافة 9 أشهر، مسافة زمنية بعيدة، فترك فا إلى ثم، لأن ثم هي التي تفيد التراخي. ثم أماته. وبين الولادة والموت في أغلب الناس مسافة زمنية طويلة استمل ثم. وبين الموت والدفن مسافة قريبة فأقبره. ثم إذا شاء أنشره. فلماذا لما قال ثم إذا شاء لماذا لم يقل ثم أنشره؟ ففصل القرآن بين ثم وبين المعطوف. لماذا؟ لأن هذه المدة هي أطول المدة، ولا بد من تطويل المسافة بين العامل والمعمول، معناه بين الأداة وبين المعطوف، لتناسب بين الشكل والمضمون. وهذا من إيجاز القرآن، لا يأتي بهذا إلا كتاب الله المنزل. تبارك الله سبحانه وتعالى. الآن نأتي إلى القصيدة الثانية. أوكي. أتشرف بدعوة الشيخ البر ابن البر الكريم ابن الكريم من سلالة العلم والقرم والثقافة، الشيخ عبد اللطيف سعيد اللومي، فيتيفنا إن شاء الله بإلقاء قصيدة نحو توحيد صفوف العلماء.